يا جماعة اللغة اتغيرت. اللاجئين والمستوطنين والمستنطعين. يعني كانوا الأول بيقول لك احنا إخوة والأرض أرض الله واستحملونا يا جماعة. ادي الدخلة الأولانية. دلوقتي بيقول لك ما تنسوش معروفنا. ما تنسوش المعروف، ما تنسوش التاريخ. واحد سوداني بيقول لي الكلام ده، ما تنسوش التاريخ، ما تنسوش المعروف. ما عارفش معروف ايه اللي هو مش عارف ان ملك مصر كان اسمه ملك مصر والسودان، وان احنا الحمد لله استريحنا من القصة ديت. وانتوا نفسكم لما كان في كام مصري موجودين عندكم قبل الأزمة الأخيرة قلت دي قوة احتلال. طب انت عايز مننا ايه بقى؟ مش فاهمة يعني. ولا انت عشان قاعد شارب نايم اكل على خير مصر وعلى خير المصريين بدل ما تقول شكرا؟ ما كنتوا الاول بتقول شكرا من كام شهر، دلوقتي رجعت تقول لك ان هم متفضلين علينا ان هم قاعدين عندنا. شفتوا الوكسة بقى والمصيبة اللي احنا فيها. والمشكلة ان هم فيهم ناس بتصدق نفسها يعني. المشكلة إن بدأوا يصدقوا نفسهم. وواحد تاني بيقول لي احنا بنشتري، شوفي لك انت مكان اقعدي فيه، احنا بنشتري العقارات وبنشتري كل حاجة في مصر وخلاص بنشوفوا لكم مكان تقعدوا فيه. ادي اللي احنا بقينا فيه. يا ترى مصر رايحة على فين؟ رايحين احنا على فين بقى بالافكار بقى الجديدة او اللي هم بيسوقوها دلوقتي؟ عشان خاطر اللي قاعد بقى يقعد يتجعس قوي كده وما يبقاش يعني عينه مكسورة ان هو قاعد مستلوح على الناس. لا، ده الواد بقى صاحب فضل وصاحب جميل، وان احنا اللي المفروض احنا اللي عينينا تنكسر قدامه. ربنا يستر على مصر.